أندلس الشرق المنسي. هذه أبيات كتبتها ولم يجف حفظها بعد، واسمحوا لي أن أشارك بها معكم. أولا أنا محمد المثي من اليمن. أبو البقاء ما شاء الله، من المالديف، من اليمن، ومن السودان، ومن ليبيا، ومن كل من مصر. هذه هي نعمة وبركة هذا الاجتماع. أبو البقاء الرندي عندما ذكر الأندلس، أندلسنا الذي ضاع، فقال: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. وقال تلك القصيدة وبكى وأبكى المسلمين. تذكرتها وأنا أشارك مع إخواني في هذا المؤتمر في كتابة البيان الختامي له، فكتبت هذه الأبيات البارحة وانتهيت منها قبل قليل لعلها أن تكون مناسبة للمشاركة، وأسميتها أندلس الشرق المنسي، ولكنها إن شاء الله مشحونة بالأمل وشحذ الهمة. لكل شعب إذا ما ثار بركان فلا يغر بظلم الصين إنسان. سترجع الأرض حتما لن نضيعها، فليس للحق طول الدهر نسيان. هي النفوس إذا أشعلت جذوتها يحدو مسيرتها للنصر إيمان. قمنا وللعزم فينا ألف ملحمة، وليس لليأس فينا قط سلطان. هل عندكم خبر الأيغور؟ إنهم شعب البطولات ما ذلوا ولا هانوا. بالأمس كانوا لدين الله أجنادا، واليوم سامهم ظلم وخذلان. ما بالنا لم نقم يوما لنصرتهم، وهم لنا يا كرام القوم إخوان. ما بالنا لا نواسي وقت شدتهم، نكون خير نصير مثلما كانوا. يجيب بعض فئام الناس في أسف: في كل شبر من الأوطان نيران. فالقدس تصرخ أين المسلمون أما؟ للثأر والنصر أبطال وشجعان. والشام تبكي وأرض الرافدين لها أنين كرب، وفي صنعاء أحزان. وليبيا وبلاد الهند مثخنة، برما تنوح وصومال ولبنان. تفاقمت في عقود الذل كربتنا، وازداد في دارنا بغي وطغيان. لكننا ما سمعنا صوت إخوتنا بأرض تركستان حقا، أين آذان؟ تجاهلت أمة المليار محنته، كأننا ليس فينا قط إنسان. وغرنا من بلاد الصين نهضتها في صنع خيط وشيء ما له شان. وعندنا نهضة في تركيا سبقت، والمال فينا وثروات وعمران. لو أن أمتنا في وجهها اتحدت، وقاطع الصين مبتاع ودكان، لكفت الصين عن إجرامها خوفا، وكف عن شعبنا المحزون عدوان. أين الحكومات والحكام يا أسفي أهم نيام؟ لماذا للعدا دانوا؟ ماذا التخاذل يا قادات أمتنا؟ وأرض تركستان للإسلام عنوان. سلوا أرمجي وكم فيها لأمتنا مآثر وبساتين وبنيان. في كشغر المجد تاريخ يفوح شذا، وفي رباها لأهل الدين أركان. كم كان فيها لنشر الدين مدرسة، والآن فيها تماثيل وأوثان. كم كان فيها تلاميذ وأروقة للناس، كم قدموا علما وكم صانوا. والآن كم في سجون الصين مسلمة تشكو إلى الله من باعوا ومن خانوا. لمثل هذا يفيض القلب من ألم، وتسحق الروح حسرات وأشجان. إن كان في الغرب للإسلام أندلسا قد ضاع، إن له في الشرق صنوان. للشرق أندلس ينسى ويوشك أن يضيع،
لكن بكم لن يأتي نقصان، ما ضرنا قط شيء مثل فرقتنا، وأننا في دروب السير شتان. فوحدوا صفكم يا قوم واجتمعوا، فالنصر وعد من المنان مزدان. وأعتذر كثيرا على الإطالة. بارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم.